السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شهيوات وأكلات مطبخي. اليوم غنشارك معكم واحد الأكلة جد اقتصادية، فقط كتحضروها فقط بواحد القليل من البطاطا أو البطاطس وشوية ديال الدجاج. بعض المرات ما كتكونش عندنا الخضرة، يمكن لكم تحضروها للغداء أو العشاء. فقط تبعوا معايا الطريقة والمكونات. بالنسبة للدجاج كتاخدوا أي قطاع متوفرين عندكم ديال الدجاج. بعض المرات كيتبقاو لينا قطاع يعني كنستعملوهم في هذه الاكله هذه. هنا وضعت هذوك القطع ديال الدجاج وضفت ليهم زيت المائده. كنضيف كذلك واحد البصله اللي هي مشلضه بهذه الطريقه رقيقه بزاف. صافي كناخذ واحد شويه ديال الضامه ديال الزعفران وشويه ديال الملحه. من بعد غنضيف واحد القليل من السمن او ليدام. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش المذاق ديال السمن ما تستعملوش. صافي هنا كنوضعها فوق النار، كنخليها كتشحر واحد شويه. كتشحر هذيك البصيله مزيان، كنغطي عليها ونخليها حتى تشحر، كتطلق ديك الميحه ديالها. ومن بعد غندوز نضيف التوابل. هنا كي كتلاحظوا البصله ها هي تشحرات مزيان. هنا ضفت السكينجبير او الزنجبيل، ضفت كذلك شويه ديال الكركم او الخرقوم بلدي، القليل من المروزيه ديال الدجاج الا متوفره، وضفت كذلك شويه القزبور يابس. ومن بعد غنحك واحد شويه ديال الكمون. هنا الكمون بالنسبه لهاد الاكله ضروري لانه كيعطيه واحد النكهه خاصه، كتجي فيها النكهه ديال الشوا. صراحه كتجي زوينه ويمكن لكم تحضروها حتى باللحم. وإلا ما كانتش متوفر كديروا قطع ديال الدجاج بهذا الشكل هذا. صافي هنا تقلى هذاك الدجاج مع البصله والتوابل اللي ضفت ليهم. من بعد غندوز غنمرق عليهم بالماء. كندير الماء الكافي باش غيطيبوا لكم هذوك القطع ديال الدجاج، وكنغطي عليهم وكنخليهم يطيبوا. في هذا الاثناء كناخذ واحد شويه ديال البطاطا. كتاخذوا الكميه اللي نتوما محتاجين. كنقطعها بهذا الشكل كي كتلاحظوا دوائر. كنضيف لها شويه ديال الملحه. بالنسبه للبطاطا كتقطعوها دوائر رقاق. صافي من بعد غناخذها وغندوزها مزيان في هذه الملحه بهذه الطريقه، يعني حتى كتلبس مزيان بالملح. غنوضع هذه البطاطا في واحد الكسكاس ونخليها حتى تفور وطيب. كتصبح بهذا الشكل هذا. هنا راه طابت، صافي طابت مزيان. كتخلوها طيب مزيان يعني حتى كتكمل الطياب ديالها. صافي هنا طابت ليا البطاطا، وهذه هي المريقه اللي حضرت بها الدجاج. هانتوما كتلاحظوا كناخذ واحد المول اللي غادي يدخل الفران. كنستف هذوك الدوائر ديال البطاطا بهذا الشكل. صراحه هذه الاكله راه كتلاحظوا راه اقتصاديه، يعني ما فيهاش مكونات بزاف، واللذه كتجي لذيذه. كتجي غالبه عليها النكهه ديال الكمون اللي كتعطيها واحد النكهه خاصه. كنرش شويه ديال الكمون على هذه البطاطا كامل مطحون. هذه المره كتاخذوا، انا الكمون كيعجبني كنكثر شي شويه، وانتم كتمشيو على حسب الذوق. كاين اللي ما تيبغيش كمون بزاف، يمكن لكم ديروا غير شويه. وكنكمل كنعاود ندير ثاني واحد هكا تفريشه اخرى ديال البطاطا. كنرشها بشويه ديال المرق بهذا الشكل، وغنرش شويه ديال الكمون حتى هو. من بعد غناخذ هذوك القطع ديال الدجاج حتى هما كنوضعهم من الفوق. كيجي هاد الدجاج منكه بحال مشوي، وفي نفس الوقت هو راه طايب مرقه. صافي وكنرش حتى هو عليه شويه ديال الكمون. الا لاحظتوا الكمون راه هو غالب بزاف في هذه الوصفه، ولكن راه لذيذ ما تخافوش منه، غير استعملوه. صافي كندخل المول ديالي الفران حتى كيتجمر مزيان او كيتشرب مزيان وكيصبح على هذا الشكل. كنتمنى ان شاء الله لا فيديو تعجبكم، والى اللقاء ان شاء الله تعالى.